البئر الملعون. في يوم من الأيام كان في قرية نائية قريبة من الجبال فيها بئر قديم جدا. البئر ده كان معروف في كل مكان إنه ملعون، والناس كانت دايما تحذر منه. لكن رغم كل التحذيرات كان في شخص اسمه أحمد ما كانش بيصدق الحاجات دي. أحمد كان شاب مغامر يحب يكتشف الأماكن المهجورة والأسرار المخفية. في يوم من الأيام قرر إنه يروح للبئر ده علشان يثبت إن كل الكلام عن اللعنات ده ملوش أي أساس من الصحة. أخد معاه كاميرا وسجل كل حاجة وهو في الطريق. وصل أحمد للبئر في وقت متأخر من الليل. كان المكان هادي جدا والهواء بارد. بدأ الكاميرا وابتدى يتكلم يقول في نفسه: الناس دي مش فاهمة حاجة، مفيش حاجة في الدنيا اسمها لعنات، دي مجرد خرافات. لكن وهو واقف قدام البئر حس بشيء غريب. قلبه بدأ يسرع ودماغه بقت مشوشة. كان في ضباب خفيف طاير فوق المياه وهو مش فاهم ايه ده. لما بص للبئر أكتر اكتشف إن هو في عمق غريب، وكأن البئر مش عميق زي ما هو ظاهر، لكن في شيء غريب في قلبه. أحمد قرر يقرب أكتر للبئر. كان نفسه يعرف ايه السر اللي في البئر ده. وهو بيقرب سمع صوت همسات زي حد بيهمس من جوه البئر. بدأ يرتعش، بس فكر مفيش حاجة تانية غير الرياح ولازم أكمل. وفجأة وقع منه تليفونه في البئر. حاول يسحبه بسرعة لكن مش قادر، وبلحظة واحدة حس بشيء زي اليد الباردة اللي مسكته من رجليه وسحبته. حاول يقاوم لكن كل ما حاول يطلع كل ما الشعور بالعجز كان بيزيد. وقبل ما يقدر يصرخ شعر بشيء ثقيل بيتسحب من جوه الأرض، وشاف قدامه حاجات مظلمة زي أشباح بتتجمع حوالين البئر. كل ما كانت عيناه تركز أكتر كل ما كانت الهمسات تزداد. كانت همسات أصوات مش بشرية زي أصوات أشخاص ماتوا من زمان. كان أحمد مش قادر يتنفس والهمسات بتزيد، وبدأ يحس بحاجة باردة بتمسك قلبه. وفجأة بدأ يلاقي نفسه بيغرق في العتمة، وبصعوبة شديدة لقى نفسه في مكان مختلف. كان فيه ضوء خافت جدا وكل حاجة حواليه كانت زي الكابوس. أشكال مظلمة زي الغيوم كانت بتتراقص في المكان ده، وعلى الأرض لقى شوية رماد وكتابات غريبة. وحس بشيء غريب، شيء سخن جدا زي نار داخله. حاول يهرب لكن المكان بدأ يلف حواليه، وكل ما حاول يركض يلاقي نفسه في نفس المكان. كان البئر ده مش مجرد بئر، ده كان بوابة لمكان آخر، مكان يفضل فيه كل اللي وقعوا فيه، مكان مش من عالمنا. أحمد كان حاسس إنه مش لوحده. لقى أشخاص حوالينه، أشباح الناس اللي جربوا يكتشفوا البئر قبل كده. كانوا بيبصوا له بعينين فاضية وبيهمسوا له إن هم عايزين يخرجوا بره. لكن قبل ما يقدر يتكلم البئر رجع ليه، بلعته وسحبته في أعماق الأرض. ولحد النهاردة مفيش حد عارف يخرج من البئر الملعون ده، والناس اللي في القرية لسه بيحذروا منه. لكن كل فترة لما تروح الماسك الكاميرا وتشغلها قدام البئر هتسمع الهنسات تاني.